هل تساءلتم يوما عن السبب وراء تغيير بعض الدول ساعتها إلى التوقيت الصيفي سنويا؟ تعود الحكاية إلى صيف عام 1916 في ألمانيا، حيث كانت هي السابقة لتطبيق التوقيت الصيفي، بغية في زيادة الإنتاج إلى أقصى حد خلال ساعات مضاءة بنور الشمس خلال الحرب العالمية الأولى نظرا لشح الموارد. ثم لحقت بها الولايات المتحدة بعد عامين، وتعتمد نحو 70 دولة حول العالم ما يعرف بالتوقيت الصيفي، وتغير كل عام توقيتها الرسمي بتقديم 60 دقيقة أو تأخيرها للحصول على ساعات نهار أطول لتوفير استهلاك الطاقة. فتقدم عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة يعني ساعة أخرى من ضوء النهار، وهو السبب في عدم الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية، وبالتالي تكاليف أقل. غير أن هذه التكاليف المادية الأقل يدفع ثمنها أكثر الإنسان، فقد أظهرت بعض الأبحاث العلمية أن تغيير الساعة قد يؤدي إلى تعطيل دورات النوم والاستيقاظ لدى الناس، مما قد يؤدي إلى التعب وصعوبة التركيز بسبب قلة النوم، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون فعلا من اضطرابات النوم.